لو سنك داخل على 40 أو اوريدي عديتي سن 40 فسلسلة الحلقات دي معمولة علشان أنا دكتور شيري محي الدين، وجاية أقولك إن مفيش حاجة في الكون اسمها سن اليأس، ولكن احنا ابتدعنا الاسم ده وانا الحقيقه مش عارفه هو ايه مصدره او هو منسوب لايه، ولكن خلينا نتكلم ان في تغيرات فسيولوجيه بتحصل لاي ست بعد سن ال40 او ما يقارب سن ال40، والتغيرات دي طبيعيه فسيولوجيه احنا كلنا مخلوقين بيها. عايزين بس نعرف ازاي نتعامل مع التغيرات دي بسهوله وامان. سن اليأس هو مفيش حاجه اسمها سن اليأس، وعشان اصلح المفهوم ده عند معظم الستات قررت اعمل سلسلة الحلقات دي اللي هعرفك فيها التغيرات اللي بتحصل لك هي ايه، وايه تأثيرها على جلدي، على شكلي، على جسمي، على شعري، وازاي اتفادى كل ده للأحلى، لانه هو سن النضوج، سن الجمال، اكتمال الأنوثة، فما ينفعش ابدا ان انا اسميه سن اليأس. انتي هتتابعيني وهتتابعي الحلقات بتاعتي، وكل اللي هيقابلك هيقولك هو انتي لما كبرتي حلوتي ليه؟ هو انتي بتصغري ولا بتكبري؟ هو لحد دلوقتي احنا مش قادرين نعرف هم ليه سموه سن اليأس ومين اللي سموه، واعتقد ان اللقب او المسمى ده خارج من المصريين لا اكتر ولا اقل، لان على مستوى العالم الفترة دي او فترة البريمونوبوز او المونوبوز هي فترة طبيعية جدا، بيسموها فترة الامل مش اليأس. يعني الفترة اللي بتبتدي فيها الست تشوف حياتها، تشوف امكانياتها، تشوف هي بتحب تعمل ايه، هي ايه نشاطها، هي تبتدي تعمل الكارير بتاعها، لان فترة ما قبل كده هي بيبقى معاها طبعا مسؤولية الاطفال والبيبيهات وتربيتهم. اول ما جاست ان هم بدأوا يقفوا على رجليهم، بدأوا هم يعملوا احتياجاتهم او طلباتهم، بتبتدي الست تفوق وتبدأ حياتها او تبدأ الرحلة الجديدة، لان احنا حياتنا كلها عبارة عن مراحل، ودي مرحلة جديدة، بالعكس هي مرحلة النجاح، الامل، التفاؤل، الهدوء. ليه يأس؟ انا مش عارفه.